السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدينا كده بمنظر البحر التحفة ده. قولوا لي في التعليقات مين فيكم صيف ومين لسه، ومين اللي اتضحك عليه، ومين راح بحر ايه. فقولوا لي في التعليقات كل واحد راح صيف ولا لسه. اعترفوا. وصفتنا النهاردة جميلة جدا. عملنا أحلى ستيك أو لحمة مشوية مع تتبيلة كده وخلطة رز بسمتي زي العسل. تستاهل تاكلوا صوابعكم وراها. طريقة سهلة، مكوناتها بسيطة منجزة، داخل عليكي ضيف، يعني حاجة كده هتاكلوا صوابعكم وراها. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا جبت كيلو من اللحمة. طبعا كل واحد على حسب عدد افراد اسرته والكمية اللي هو يعملها. هي لحمة ستيك بتجيبيها من عند الجزار كده، بتقولي له لحمة شرايح. تمام. الخلطة بتاعتي ايه بقى؟ قشرت كده بصلتين 3 مع طماطمايه وفلفل الوان، اخضر اصفر احمر على حسب المتوفر عندك. نغسلهم غسلة كويسة وكله في الكبة. هضربهم مع بعض. والتوابل بتاعتي بجيب توابل من عند العطار اسمها بهارات لحمة. البهارات دي بتفرق في طعم الخلطة دي جدا جدا جدا. والملح والفلفل بتوعك، ما نكترش في البهارات. تمام. ضربتهم كده ضربة يعني كويسة. وبعد كده هبدأ احطهم في مصفى، وتحطي عليها رشة من الملح بحيث اللي هي تنزل العصارة بتاعتها في اسرع وقت. اللحمة غسلتها كويس زي ما قلتلك، هي لحمة ستيك كده او لحمة شرايح، بس ما بتكونش رفيعة، يعني ماسكة نفسها شوية. ابتدي حطيها في حاجة واسعة عندك وابتدي وزعيها كده بحيث اللي كل التتبيلة بتخش فيها. ممكن تعمليها على البوتاجاز او ممكن زي اللي انا عاملها، او ممكن تعمليها على الفحم كمان في مصفى زي ما قلتلك كده، وسيبيها كده لمدة 15 دقايق. وابتدي بقى اعصري كده التوابل دي والخلطة دي، والمية اللي تنزل هي دي اللي عايزينها فقط. طبعا التتبيلة دي، البصل والحاجات دي هشيلها في كيسة احطها في الفريزر. لو بتعملي كفتة ممكن تستخدميها، بس انا هنا فقط عايزة المية بتاع العصارة يعني. تمام. سيبيها في التتبيله كده وهنبدا نعمل الرز البسمتي. حلتك على النار. انا مستخدمه زيت زيتون، بحبه جدا بصراحه، بقيت هو اللي بستعمله، اي سمنه فلاحي. بصلايه، معلقه صلصه، البهارات بتاعتك كركم كاري فلفل كزبره، مرقه دجاج. وبعد كده بنزل بكميه الرز البسمتي بتاعتي. ابدا اقلب كله كده مع بعضه لحد وياخد ويدي بشكل ودي. وبعد كده بحط المية السخنة على الرز البسمتي بكوباية، قدامها كوبايتين من المية. غطينا على الرز البسمتي. هنبدأ بقى ايه؟ نعمل اللحمة المشوية. قطعتين 3 كده من الزبدة. انا بصراحة بستخدم زبدة فرن، بتبقى حلوة جدا جدا في التتبيلة دي. او لو سمنة فلاحي او ما عندكيش خالص، عندك الخير يا رب، ممكن تستخدمي زيت. وحطيت عليها كده معلقة من زيت الزيتون. ومجرد بس كده ما تسخن ابدأ انزل بشرايح اللحمة. اهم حاجة تكون النار عالية عندك عشان ما تنزلش ميتها، وتسيبيها كده لحد ما تتشوح تشويحة حلوة وتاخد لون من الجنب اللي تحت. الخلطة دي او التتبيلة دي حلوة جدا لأي نوع من انواع اللحمة بصراحة يعني. اول ما تاخد لها كده تشويحة من تحت او لون، بتبتدي تقلبيها على الناحية التانية. عايزة تسيبيها في التتبيلة دي، ممكن تبيتيها يعني في التتبيلة دي، بتدي طعم احلى واحلى. بس انا عشان كنت مستعجلة بعمل الغدا، فممكن تعمليها يعني تسيبيها نص ساعة كده، وبألف هنا وشفا على قلبك. هي الوصفة سهلة لذيذة سريعة للناس بقى اللي لسه متجوزين، او الناس اللي هم متجوزين من زمان وزهقوا من الاكل كل يوم كده، وعايزين يعملوا حاجة في السريع وحاجة ايه في عز الحر ده تنجزك وتسعفك. تمام. انا عين عندي شغالة على الرز، واول ما يبتدي يغلي ابدأ اهدي عليه النار. تقليب الرز بيبقى بشوكة عشان ما يعجنش معاكي. هخلص كمية اللحمة كلها زي ما قلتلك. اللحمة على حسب افراد اسرتك.
كل ده والنار عندك عالية. توابلها سهلة، ملح فلفل، التوابل بتاعت اللحمة اللي بنجيبها من عند العطار. تقولي له عايزة توابل لحمة، هي بتبقى تشكيلة كده مولفة من التوابل. تمام، بتدي طعم حلو جدا للحمة المشوية او تتبيلات اللحمة عامة. ابدا اخلص كل الكميه زي ما قلتلك، اللي يخلص بطلعه في طبق خارجي واحط بديله عشان ياخد لون من فوق ومن تحت. الادوار ولا الكميه كلها خلصت، ابدا بقى انزل باللحمه اللي عندي، وبعد كده ابدا ازود عليها ميه سخنه. اهم حاجه تكون الميه سخنه. زودت العصاره اللي هي كانت في التتبيله اللي فيها، وزودي عليها شويه ميه سخنه برضو، هتلاقيها زي الفل. هتستوي كده، تاخد وتدي كده بصراحة. مع حتة فحمة، لو انت عندك فحم حط حتة فحمة، بتفرق في طعم اللحمة كتير جدا. لونها اتغير، استوت، طعمها جميل، تحفة يا جماعة. عندنا برضو الرز البسمتي طالع مفلفل وزي الفل. ممكن تعمليه مع الفراخ البانيه، فراخ كنتاكي، ستريبس، مع اللحمة، مع الكبدة. الرز البسمتي يعني ماشي معاكي في كل الوجبات. انا هنا الرز معايا مفلفل وزي الفل، واللهم صل على النبي، شكله خطير جدا. هبدأ بقى انزل بقطع اللحمة عندي. اهم حاجة مش طعم الاكل فقط، قدمي وجبتك او طبقك المفضل لجوزك، لولادك، لنفسك بشكل حلو كده. العين بتاكل قبل البق، وفي نفس الوقت تستمتعي بشكل الحاجة وانت بتاكليها، مع شوية سلطة، شوية تومية، شوية شيبسي، شوية مخلل. يعني يعني عايزة تاكليها كده، بس شوية رز وحتة اللحمة بتاعتك زي الفل. بس احنا بنحط مثلا البروتين، النشويات، الفيتامينات، يعني عايزة طبق متكامل. ايه رأيكم بقى في الشكل الطبق الخطير ده؟ زي الفل. اللحمة حلوة جدا، مستوية، طعمها تحفة، مع حتة الدهنة اللي فيها دي يعني تتاكل اصلا لوحدها. شايفين شكلها تحفة. ابدا اقطع حته كده، اتقطعت بمنتهى السهوله، سهله وسريعه وطعمها جميل جدا. زي ما قلت لك، تكات الفحم دي بتفرق في الطعم كتير. ايه رايكم بقى؟ اتحداكم اللي انتوا تعملوا الوصفه دي بكره، لو عندك مكوناتها تقوموا تعمليها لجوزك، لعيالك كده يعني. المهم بقى، قولوا لي في التعليقات بتتابعوني منين. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وكنت عامله لكم في اخر الفيديو كده، كنت عامله صينيه بسبوسه تاكلوا صوابعكم وراها. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها قريب. هي بسبوسة سهلة وسريعة ولذيذة كمان.